السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله هذه الحلقة هتكون بعنوان من كاتب إنجيل متى. في الترجمة اليسوعية النسخة الكاثوليكية صفحة 35 تحت عنوان مدخل إلى الإنجيل كما رواه متى يقول النص: من المعروف أن لا أحد يعرف من هو كاتب إنجيل متى. من المعروف أن لا أحد يعرف من هو كاتب إنجيل متى، وأقدم تقليد كنائسي ينسبه إلى الرسول متى، وكثير من الآباء مثل أورجانوس وغيرهم يرون ذلك الرأي. وهناك بعض المؤلفين الذين يستخلصون من ذلك أنه من الممكن أن تنسب إلى الرسول الصيغة الآرامية والعبرية لإنجيل متى اليوناني، ولكن الباحث في الإنجيل لا يثبت هذه الآراء أو يبطلها على وجه حاسم، فلا أحد يعلم علم اليقين من كاتب إنجيل متى. فلا أحد يعلم علم اليقين من كاتب إنجيل متى. انتهى كلام الترجمة اليسوعية للكاثوليك. أيضا في المدخل إلى إنجيل متى للآباء اليسوعيين صفحة 35 يقول النص: فلما كنا لا نعرف اسم المؤلف معرفة دقيقة، يحسن بنا أن نكتفي ببعض الملامح المرسومة في الإنجيل نفسه، فالمؤلف يعرف من عمله. انتهى كلام المدخل إلى إنجيل متى للآباء اليسوعيين. يعني ملخص هذا الكلام أن كاتب إنجيل متى مجهول. كاتب إنجيل متى كاتب مجهول. فالنصوص تقول من المعروف أن لا أحد يعرف من هو كاتب إنجيل متى، وتقول أيضا فلا أحد يعلم علم اليقين من كاتب إنجيل متى، ويقول النص فلما كنا لا نعرف اسم المؤلف معرفة دقيقة. يبقى هذا الكلام معناه أن كاتب إنجيل متى مجهول. أيضا في تفسير ويليام باركلي صفحة 17 يقول إن المادة الموجودة في بشارة متى وبشارة لوقا مستقاة من بشارة مرقس كأساس لهما، ويمكن تقسيم بشارة مرقس إلى 105 فقرة، ونستطيع أن نجد 93 فقرة منها في بشارة متى و81 فقرة منها في بشارة لوقا. ومن هذه الفقرات 105 الواردة في بشارة مرقس نجد 4 فقرات فقط لا وجود لها في بشارة متى وبشارة لوقا. انتهى كلام ويليام باركلي في تفسيره. يبقى ملخص هذا الكلام أن متى نقل مسطرة من إنجيل مرقس. حياكم الله، نستودعكم الله، نلتقي في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.